هلا والله يا شباب، شلونكم؟ ان شاء الله تكونون بخير. اليوم راح نجي نشرح عن وصفة جديدة من اكلاتنا الصحية. طبعا اخواني، اكو شيء لازم تنتبهون عليه، انه انا مو شيف، انا مجرد انسان ساكن وحده حب يسوي طبخات صحية وجرب اكثر من مرة، والشيء طيب دا اطلعه واصور لكم اياه وانتم تستفادون من عنده. فالفكرة من الموضوع انه انا دا اشارككم طبخاتي، يعني انا لا طباخ ولا شيف ولا شيء بروفيشنال، يعني انا مجرد احب الطبخ واحب الاكلات الصحيه، فحاب اشاركها وياكم لا اكثر ولا اقل. فاخواني اليوم طبختنا بيها رز او تمم بالعراقي ويا صدر دجاج. صدر الدجاج تبناه بالطريقه اللي راح اقول لكم عليها وراها. هسه احنا بدايه تقدر تجيب رز ابيض، او انا عندي هذا الرز مثل ما تشوفون يجي ببهارات هو من عنده وبي، ويجي لونه على صفار، يعني مثل رز المندي، تقدر انت تسوي ابيض وتحط عليه بهارات كلش طبيعي. هسه احنا راح نجي ناخذ قياس شلون الفيديو اللي فات اللي سويناه، الرز اللي راح نسويه حتى ما تصير عندنا الكميه زايده. ذاك اليوم سوينا 3/4 الرز، وهسه راح نجي ايضا نسويه 3/4. راح ننقع الرز، راح نحتاج نص راس بصل مثل ما تشوفون الحجم اللي قبالكم، الكميه اللي انتم تشوفوها مناسبه لكم طبعا. مثل ما تشوفون اخواني ثرمنا البصل بهاي الطريقه الناعمه. هسه راح نجي شنو نسوي؟ راح نشوفكم الخلطه مالتنا. طبعا الخلطه مالتنا صدر الدجاج مقطع شرائح مثل ما تشوفون، تبلناه حطينا على البهارات، شغلات سبايسي اللي تحبون انتم، فلفل اسود، زيت زيتون، بهارات نكهه شاورما دجاج، بهارات اندومي. تحبون مثلا هاي اني عندي بهارات مكسيكيه يصير لونها هيك لون البرتقالي، تحطون ثوم مطحون، بصل مطحون، وتخلوها كلها بالثلاجه. طبعا بعد ما تمزجوها وتخلوها بالثلاجه. اللي راح نسوي راح نشعل النار جوا هاي الطاوه، وبعدها راح نحط زيت زيتون بالطاوه وننتظر انه الزيت يحمى. تحطون الكميه اللي تناسبكم، احنا هذا راح نسويه لانه راح نخلط وياه الرز. هسه احنا الرز مالتنا مثل ما تشوفون راح نجيبه ايضا ونحطه على النار، ننتظر الزيت يحمى. طبعا انا بزيت زيتون، او قلت لكم انا استخدم مرات هذا للطبخ. طبعا البصل ما نخليه راسا لانه البصل بسرعه يستوي، فاحنا اكثر شيء يتاخر عندنا هسه صدر الدجاج، راح يصير بيه تاخير. طبعا انا خليت زيت مو كميه كبيره كلش، حتى بعدها اذا احتاجينا نخليه ويا الرز. هسه الرز احنا خليناه على النار، وراح نشوفكم شلون راح نصفيه. نصفيه دائما بهذا المصفي، هذا راح نحتاجه بعدين. حاليا اخواني ننتظر الزيت يحمى، وبعدها نجيب صدر الدجاج اللي احنا متبليه. انا متبله تقريبا صار 6 ساعات او اكثر. نعلي النار عليه شويه. انا هم ما اريد النار تكون جدا عاليه، لانه ما اريده يستوي بس من برا ومن جوا يظل ما مستوي. بس احنا راح نسوي الطريقه، راح اشوفكم اياها شلون راح يستوي استواءه مضبوطه 100%. وانا هسه ننطيه تقليبه صغيره مثل ما تشوفون بهالطريقه هاي. تشوفون لونه بدا شويه شويه يتغير، نتركه همين شويه. النار 3/4، يعني درجه حرارتها على 75.
اخواني مثل ما تشوفون هسه تقريبا استوى عندنا. نجي شو نسوي؟ ننزل البصل، شوفوا بهالطريقه هاي، ننزل البصل وننتظر وننصي النار نقلبه. هسه البصل ايضا راح يذب المي مالته بهالطريقه. هسه ايش راح نسوي؟ ورا ما حسينا القرطه مالته كلش خفت، هنا جينا صفينا الرز اللي استوى عندنا 3/4 الاستواء، حطيناه بهذا المصفي، واحتاجينا شيء جوا على مود نصفي بيه. صفى عندنا هسه الرز مثل ما تشوفون بهالطريقه. نجي ننص النار وننزل الرز هنا بهالطريقه هاي. ورا ما صفى ميه تماما هسه نبدا نقلب بهالطريقه هاي. تسموها كبسه، تسموها رز وصدر دجاج، اللي تسموها. انا هاي سويتها وطلعت عندي كلش طيبه وحبيت اشاركها وياكم. اخواني هنا راح نجي ننطيه تقليبه بسيطه، نتاكد انه ملزق بالجدر. مثل ما تشوفون الحبايه شلون منثوره ومفرقه عن اختها. ايضا راح نعوفه على نار هادئه لمده لا تزيد عن نص ساعه ولا تقل عن ربع ساعه. يعني انتو عينك ميزانك، تشوف ايش قد يحتاج وتعوفه يتهدر على البخار. نكمل الفيديو ونشوفكم التقديم. اخواني مثل ما تشوفون هنا، شوف الرز مالتنا انطبخ على اخر حبه ونشف عندنا، انطبخ على البخار. هسه راح نجيكم على كيفيه التقديم. راح نجي هنا نشوفكم طريقه التقديم. اهم شيء يكون عندي طري وبنفس الوقت ما معجن. شوفون اخواني بهالطريقه هاي راح نقدمه. نحاول نضغطه زين. هاي طريقه التقديم بسيطه، شوفكم اياها. مثل ما تشوفون اخواني كمل عندنا الرز، كملت طريقه الطبخه والقوام والحبايه. جربوا الطريقه وذوقوها وكتبوا لي بالتعليقات شلون صارت وياكم وشنو الطعم. طبعا المكونات قلنا ثوم مطحون، بصل مطحون بالنسبه للصدر الدجاج، وزيت زيتون، وبهارات اللي يعجبكم، مثلا بهارات شاورما دجاج، بهارات دجاج برياني، بهار اللي يعجبكم ماكو اي مشكله. ويا زيت زيتون ينخلط، ينترك اقل شيء 6 ساعات، بعدها ينطبخ الدجاج. بالنسبه للرز انا هنا رز متبل عندي كامل. اللي تحتاجوه بهارات كاري، كاري مدراس، فلفل اسود، ماجي دجاج، تقدرون تخلوه له، فاللي يعجبكم خلوه له اياه، ويطلع ان شاء الله وياكم الطعم كلش طيب. ان شاء الله نلتقي باكلات ثانيه وتجارب ثانيه. تحياتي لكم ومع السلامه. ذوقوا سهمكم العافيه.